اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بالمتابعين والمشتركين. والنهاردة هنتكلم عن توقعات مهمة جدا وهروب الملايين للملاجئ، وايضا عودة الشهداء وحاجات تانية كتيرة جدا او الميتين الى الحياة مرة اخرى، وازاي كل دي توقعات قالها ابو علي الشيباني وحاجات تانية مهمة جدا هنقولها لحضراتكم خلال هذا الفيديو. قبل ما نبدأ بفكر حضراتكم بالاشتراك وتفعيل الجرس ونعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. وايضا في توقع بموت 2 من الملوك او الرؤساء للدول العربية هنقوله في وسط الفيديو. طيب ايه اللي حصل؟ من حوالي 6 دقايق فقط نزل خبر على موقع سكاي نيوز بان صواريخ حزب الله ضربت وسط اسرائيل. صواريخ حزب الله وصلت لوسط اسرائيل، هي ما نزلتش الصراحة، يعني انا بقول لكم الصراحة. قدرت القبة الحديدية او الحاجات اللي بتتصدى للصواريخ انها توصل لها، لكن انذارات او صفارات الانذار ضربت في وسط العدو، وملايين الملايين هربوا وراحوا للملاجئ، وكان جو من الرعب النهارده او من 6 دقايق تقريبا. اهو الخبر نازل بيقول الملايين هرعوا الى الملاجئ، حزب الله يستهدف وسط العدو. وقال الجيش الاحتلال ان ملايين هرعوا للملاجئ النهارده مع انطلاق صفارات الانذار في وسط العدو، بعدما ترددت انباء عن اطلاق مقذوفات من لبنان. واضاف الجيش في وقت لاحق ان 3 مقذوفات اطلقت من لبنان صوب وسط العدو، وانه اعترضها جميعا دون وقوع اصابات. وذكر ان مقاتلات اسرائيلية قصفت المنصة اللي انطلقت منها المقذوفات ال3. وذكر الجيش انه لم ترد تقارير عن وقوع اصابات. ولكن حد يقول لي طب ايه المشكلة؟ يعني احنا سمعنا عن الموضوع ده كتير، وسمعنا عن ان هم بيضربوا في الاخر الصواريخ ما بتنزلش. ايه الجديد؟ الجديد في الضربة دي ان الاستهداف اللي حصل النهاردة بيقولوا عليه الأعمق منذ بدء الحرب، أول مرة المقذوفات توصل لهذه المسافة. وكان وزير الدفاع النهاردة تعهد برد قوي على الهجوم اللي عمله حزب الله برضه النهاردة على قاعدة عسكرية في حتة اسمها بنيامينة، واتقتل فيها 4 جنود واتصاب 61. وده بيعتبر الهجوم الأكثر دموية الذي يشنه حزب الله منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها البرية في جنوب لبنان من حوالي أسبوعين. ده كان أكبر هجوم حصل النهاردة. طيب قال إيه أبو علي الشيباني عشان نتكلم عن الموضوع ده؟ في أحد توقعاته، التوقع اللي أنا هقوله لحضراتكم ده كان في شهر 3 اللي فات. كان قايل كده في قناة تابعة للعدو على فيسبوك فيها أكثر من 50,000 متابع منهم يعني، وكانوا بيسألوا امتى هتنتهي الحرب. فقال أبو علي الشيباني بقى ونصحهم، بيقول لهم أنا أقول لهم إذا أردتم النجاة خذوا عيالكم وارحلوا من حيث أتيتم. خذوا عيالكم وارحلوا من حيث أتيتم، لأنهم عمرهم ما هيحسوا بالأمان، ولا عمرهم هيحسوا بأنهم عايشين عادي طول ما الهجوم والضرب بيحصل حواليهم من كل جهة. لو في جهة سكتت جهة تانية بتطلع، فعمركم ما هتعيشوا أمينين. فعشان كده بيقول لهم امشوا من المكان ده وارجعوا من حيث اتيتم. معظمهم اصلا اللي جاي من دول اوروبا، واللي جاي من ناحية اسيا، واللي جاي من افريقيا، واللي جاي من امريكا، كانوا مشتتين ورجعوا تاني في اراضي فلسطين المحتلة. يعني اصلا دي مش مكانكم. لو عايزين تعيشوا امينين وتختصروا المواضيع من الاخر، امشوا من المكان ده. وده بالظبط اللي قاله. وقال الملاجئ هتفتح وكل الناس هتروح، وهيبقى ايام صعبة جدا، صعبة جدا عليهم، وعلى كمان على حزب الله وعلى ايران. يعني هو الراجل قال ان الحرب هتكون شديدة جدا جدا، ولكن النصرة في النهاية هتكون طبعا هو بيقول للي معاه الحق، لان في الاخر الله بينصر المظلوم وبينصر اللي معاه الحق. طيب ايه كمان من الحاجات المهمة اللي قالها ابو علي الشيباني بخصوص الشهداء او الناس اللي ماتوا او الناس اللي اتضرب عليهم نار في الايام اللي فاتت؟ ابو علي الشيباني بيقول في هذا التوقع، وخصوصا الكلام ده انا قايلاه علشان او هذا التوقع انا بقوله لحضراتكم بسبب التسجيل الصوتي اللي انا اتكلمت عليه في الفيديو السابق لميشيل حال، اللي كله قال ده ابو السيد حسن نصر الله قام تاني، او هو ما ماتش، او هو موجود في حتة، واللي قال ذكاء اصطناعي، واللي قال واللي قال واللي قال. هتقدروا تشوفوا التفاصيل في الفيديو اللي فات. قال كده ابو علي الشيباني ان الحرس الثوري سيقتلون العدو ويقاتلون قاتليهم.
لذلك الأمر جلل. لذلك أقول لكم، بصوا الكلام ده، قال معلمي إن هذه الأيام كأيام عاشوراء يا حزب الله، يعني هتكون أيام صعبة جدا. ومن تبعكم وتبع الحوثيين والحرس الثوري بلغ الفتح، ومن يتبعكم يقتل، يعني الراجل قالها صراحة، ومن يخلف عنكم لا يبلغ الفتح، هذا هو الغربال الحقيقي. وقال كمان قال كده، لذلك أقول لكم إن كل من استشهد في هذه الرحلة بسبب العدو سيرجعوا لعائلتهم مرة أخرى. وذكر الآية اللي هي بتقول إن الناس اللي ماتت في سبيل الله هم مش ميتين إنما أحياء، شهداء عند ربهم أحياء يرزقون. فاللي قالوا بقى، قال دي مش مجرد بس آية عند ربهم وخلاص، لأ ده هيرجعوا تاني الأرض، معرفش ازاي الصراحة، بس هو قال كده، قال سيرجعوا لعائلتهم مرة أخرى، وعندي بينة لهذا الأمر ولكن لا أستطيع أن أحكيها، ولكن أولادكم سيرجعوا لكم وأنا مسؤول عن كلامي، وعندي دليل على هذا الكلام ولكن غير مسموح أن أقوله. مش عارفة ازاي، ولكن الحقيقة التوقع ده فكرني باللي حصل النهاردة لما حصل التسجيل الصوتي للسيد حسن نصر الله، وكأنه رجع تاني للحياة بالتسجيل اللي كان موجود النهاردة وكان ترند. كمان بالنسبة للحاجات اللي قالها برضو تحققت ان اللي بيحصل ده مش عادي. قال كده برضو من ضمن الحاجات او العلامات والاخطار اللي موجودة حوالينا، كان في توقع كان قايله وتحقق لما قال معلمي أكد أن في هذا الحج اللي حصل المرة اللي فاتت أو السنة دي، يعني سيحدث شيء عظيم، وإذا تأخر سنة أو أقل من سنة وستحدث فاجعة عظيمة، قال نحن على مقربة من الإمام المهدي، وهذا الحج سيحدث فيه شيء عظيم، وإذا لم يحدث سيحدث في الحج القادم، ولعنوني إذا لم أكن صادقا. وبيقول كده، نعم أنا أقول استعدوا للبلاء يا إيران، وأقول للسيد حسن نصر الله عليك أن تغير استراتيجية أمنك ولا تستهزئ بقولي. كان الراجل عارف وقايل التوقع زي ما انتم شايفين، والأيام اللي جاية هتكون أيام صعبة جدا على إيران وعلى كل وكلائها في مناطق مختلفة ودول مختلفة في الشرق الأوسط. أما بالنسبة للملوك اللي حذر ان هو ممكن برضو هتكون ليها يعني بيقول انها تتوفى، هو ذكر ملكين، يعني حقيقة ملك السعودية وملك المغرب. قال على ملك السعودية ان برضو بيقول سيتوفاه الله في الحج او في عيد الاضحى حاجة زي كده، وان هيكون الموضوع جلل عظيم، وهيكون اشارة لحاجة برضو من علامات الامام المهدي، وفي حاجة هتحصل في العالم. ومن ضمن الحاجات برضو اللي اتكلم عنها هو ملك المغرب، قال سيصيبه مرض في الرأس او هيجيله مرض يعني بعيد عن الناس كلها وعن الملك طبعا، مرض السرطان، ولكن لن تتأثر المغرب من هذه الوفاة، لكن العكس على السعودية هتتأثر جدا جدا بوفاة الملك سلمان. قالك كده هتحصل مشاكل مع آل سعود، وهيبقى في حاجات غريبة هتخلي موقف السعودية او اللي هيحصل في السعودية مش قليل. فزي ما انتوا سمعتوا معايا عن اللي بيحصل دلوقتي في العالم، كل العيون على الدول العربية والمنطقة ورؤسائها واللي بيحصل في المنطقة والعدو والمعارك رايحة وجاية، فالموضوع كبير زي ما انا قلت لكم، وربنا يستر على الايام اللي جايه. شكرا، اشوفكم بخير. كانت معكم اختكم مريم من قناه مساء الاخبار. ما تنسوش الاشتراك، تفعيل الجرس، نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد.